تقريبا. عشان كده ربنا دلوقتي بقى بيقول لنا والسابقون السابقون، قوم يلا، قيودك اتكسرت يلا. انت فين دلوقتي؟ انت بقيت في انهي مرحله يا جماعه؟ ده نعيم النعيم اللي اتكلمنا عنه، ده نعيم الاحرار، نعيم اللي كسروا قيودهم، نعيم اللي انطلقوا لربنا ما ضيعوش لحظه في حياتهم، ما ضيعوش لحظه في عمرهم. عشان كده ربنا اداهم نعيم فوري. ليه؟ لانهم ما كانوش بيتاخروا عن ربنا ابدا سبحانه وتعالى. قوموا يا جماعه، قوموا اشتغلوا يا جماعه. احنا دلوقتي في اخر الجزء، سوره الواقعه وسوره الحديد اخر سورتين بيتكلموا عن السابقين، وسوره الرحمن اللي فاتت بتتكلم عن اهل الاحسان. السابقين صور خلاص بقى، القيود اتفكت، تجروا بقى، اطلعوا بقى، اعلوا بقى. مش امبارح منظر المجتمع واقف قدام الكوره، ده مصر بتلعب. عيب كلمه مصر بتلعب دي، عيب. احسن دي لو اتكتبت عند ربنا علينا هتبقى وحشه قوي. مصر بتلعب، مصر بتلعب. هو طالب الجنه بيلعب؟ هو طالب الفردوس الاعلى بيلعب؟ عيب، عيب يا جماعه، عيب. اما الكوره تستعبدنا. هو انت ضد الكوره؟ ضد الكوره؟ انا ضد التفاهه، ضد الهيافه، ضد السفاهه، ضد ان تبقى امه منحطه دنيويا ودينيا بتحارب ربها بالمعاصي، متخلفه في كل حاجه، واقفين قدام ماتش كوره متسمرين. لعيب الكوره يبقى نجم في المجتمع، والعباقره بتوع المجتمع والناس العذراء بيهربوا لبره عشان يدوروا على اي فرصه يطلعوا فيها مواهبهم. عيب، عيب يا جماعه. ويجي يقول لك الفراعنه بيلعبوا. الفراعنه دول كانوا مشركين، الفراعنه دول كانوا كفره. من افتخر بسته من اجداده المشركين كان سابعهم في النار. ازاي نفتخر بيهم؟ ازاي يا جماعه؟ فين العقيده؟ فين التصور الصافي؟ فين التصور السليم يا جماعه؟ احنا بنتكلم عن ناس ربنا صفى النعيم ليهم. مش هيصفى النعيم ليك الا لو كنت صافيه، الا لو كنت صافي، الا لو كنا خالصين للدين. الكوره مش حرام، زيها زي السباحه مش حرام، زيها زي ركوب الخيل مش حرام. حاجه رياضه بتتلعب. انما ان الكوره ينفق عليها اموال تجوز شباب مصر، ان الكوره تضيع الصلوات عشان كوره، ان الكوره مجتمع كله يتشل، ده مخططات من اعداء الاسلام، مخططات. لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. ده لهو بيلهونا بيه عشان ننسى طريق ربنا ونفطر عن طريق ربنا. الكرة توصل لدرجة دي؟ الكرة دي لعبة، اسمها لعبة بنتريض بيها، انما توصل للاعتبار ده لا، لا مهما كان. حتى لو النبي عليه الصلاة والسلام شاف هبل ومناه واقع رهيب في الجزيرة العربية قال لا، لا مهما كان الواقع، مهما كان امر واقع، الامر الواقع الوحيد هو الاخره. انما المنكرات والشهوات والتفاهه لما تبقى امر واقع لازم اهل الحق يقولوا لا، لانه هيقع وهيسقط. ومبادئ الدين وعزه الدين هي اللي هترفع. خافضه رافعه. احنا ما بنترفعش بميداليه افريقيه ولا بكاس في دوره ولا بانتصار على ايطاليا. احنا ما بنترفعش يا جماعه بزياره حاكم امريكا لينا، احنا بنترفع بالدين. الدين لما نبقى مجتمع عنده دين، لما يبقى ناس عارفين دين ربنا، لما يبقى الحسنه هي اغلى حاجه في حياتنا. انما اللي بيحصل ده يا اخواني عيب. في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم انهم كانوا وكانوا قل ان الاولين والاخرين لمجموعون الى ميقات يوم معلوم. اللي في النص كده وهم مرعوبين باللي بيحصل، قل لهم